نرحب بالكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجله. كابتن ميدو اهلا بيك. اهلا بيك يا هاني. هارد لك النهارده، يمكن نتيجه منطقيه بالنظر لخبرات اللاعبين، ولكن هل كنت تنتظر نتيجه مخالفه لدي يا كابتن ميدو؟ لا، خلي بالك النتيجه لو انت اتفرجت على الماتش ما تعبرش عن سير اللقاء نهائيا. يعني احنا كنا رغم الاولاد الصغيره اللي احنا بنلعب بيها لكن كنا ماتش جيد. الهدفين الاخرين الثالث والرابع دول جم بعد ما احنا غيرنا طريقه اللعب وفتحنا اللعب، خدنا مخاطره، خدنا ريسك. الاهلي احرز هدفين من ضربتين جزاء فيهم قله خبره كبيره جدا من لاعبتنا متوقعه. هي دي الحاجات المعينه بالظبط اللي كنا خايفين منها قبل الماتش. المواقف اللي فيها قله خبره، فيها تهور، ده طبعا حاجه بتيجي مع الوقت ولازم اللعيبه تتعلم كده. ولكن عملنا ماتش كتير لغايه الدقيقه 70. بدنيا كنا عارفين ان احنا ممكن نعاني بعد الدقيقه 70 لان اللعيبه دي كلها يعني ما عملتش فتره اداب معانا، ولاعيبه طالعه من قطاع الناشئين. ولكن استفدنا كتير جدا بالفتره اللي فاتت وتجربتنا للعيبه الصغيره، وان شاء الله نبني على الشغل اللي احنا عملناه ده للموسم القادم باذن الله. هل بتشعر باي حاله ندم انك دفعت بلاعبين من الشباب في دور ربع النهائي لكاس مصر كابتن ميدو؟ لا، ما خلي بالك احنا مجبرين مش مخيرين يا هاني. مجبرين بسبب تعديل المباريات وتوقيتاتها؟ تعديل موعد المباريات. احنا جالنا جواب رسمي من اتحاد الكوره ان الماتش يوم 9/8، وبعد كده عدلوا الميعاد يوم 3/7 او 2/7، عدلوا الماتش خلوه يوم 12/7. انا شفت يعني عامر حسين طلع، الحاج عامر حسين طلع بيتكلم مع سيف بيقول المدرب اللي بيتغلب بيتحجج وبتاع. مش ميدو اللي بيتحجج يا حاج عامر، عيب لما تقول كده. ميدو عمره ما اتحجج. ميدو لما بيتغلب بيطلع بدماغه مرفوعه وبيحيي الناس وبيحيي لعيبته وبيسلم على الخصم. ميدو عمره ما بيتحجج. فما ينفعش ان انت تقول كده. لما تكون في خطا قول ان في خطا حصل خارج عن ارادتي. احنا عارفين ان في ضغوط عليك، لكن احنا ما بنتحججش في حاجه. احنا فعلا بنقول حقيقه. احنا اضطرينا ان احنا نلعب باللعيبه الصغار. بعدين الحاج عامر، لكن 10 ايام مش فتره كافيه لاعاده اللاعبين من اجازاتهم كابتن ميدو؟ اللعيبه مريحه بقى لها 4 اسابيع. لا بسالك انت الادرى بالموضوع ده. لا طبعا. لا 10 ايام دول اللعيبه بتتعور. يعني اللعيبه لو جايه من 4 اسابيع بتبقى محتاجه على الاقل 4 اسابيع زيهم عشان تجهز. دايما يعني فتره الراحه اللعيبه بتبقى محتاجه نفس الفتره عشان تقدر ان هي ترجع تلعب مباريات تاني. ما تقدرش تلعب باللعيبه مريحه بقى لها 4 اسابيع بتدريب 10 ايام بس، ان انت تلعب بيهم مباراه بريتم عالي وفريق نسقه عالي جدا زي فريق الاهلي او حتى قدام اي فريق. الحاج عامر طلع بيقول ان ميدو بيتحجج، المدرب اللي بيتحجج بيقول اوروبا وبتاع. لا، ميدو عمره ما اتحجج. ومره ثانيه نظام المسابقه واللي حصل السنه دي كارثه بكل المقاييس، وبطالب اتحاد الكره ان لازم يبقى في وقفه كبيره جدا. مش ميدو عمره ما اتغلب واتحجج. ميدو لما بيتغلب بيقول انا اتغلبت خلاص كنت وحش، اللعيبه كانت وحشه عشان خاطر ما اديناش اداء مظبوط. انما لما نطلع نطالب بحقنا ما ينفعش ان انت تقول كده. نمره 2 بيقول ان هو اتكلم مع حازم خيرت امتى؟ اول الشهر، يعني 10 ايام. فده تاكيدا لكلامنا ان احنا بنتكلم في نقطه يعني حقنا وبنطلبه يعني. طيب انت النهارده يمكن في سياق اعتراضك قلت ان اللي بيحصل ده ما ينفعش يحصل في دوره رمضانيه، وان ده ممكن يؤثر حتى على منتخبنا الوطني اللي ممكن ما يوصلش الى كاس العالم بسبب ضغط المباريات، وطالبت حتى على فكره كل المدربين يا هاني بتقول كده. بيقولوا ان الضغط ده بيؤثر سلبا على المنتخب. كل الناس اللي بتفهم كوره بتقول كده، الا مسؤولين اتحاد الكوره مش عايزين يعترفوا كده. زي مين شغالين في اتحاد الكوره؟ لا، كل المسؤولين في اتحاد الكوره مش عايزين يعترفوا ان النهارده اللي بيحصل ده ممكن ياثر على المنتخب. احنا شفنا النهارده منتخبنا امام تونس كان اداؤه مختلف تماما عن الفتره الاخيره. والكلام ده انا قلته يا هاني لو تفتكر شهر 3. قلت ان ضغط المباريات وتلاحم المواسم هياثر على المنتخب بشكل كبير جدا في الصيف. عندي يعني الكلام ده لايف في التلفزيون، وعندي الكلام ده قايله على تويتر. لازم يبقى فيه اللعيبه تريح بشكل جيد عشان تقدر ان هي في شهر 8 تكون فريش، واللعيبه تقدر ان هي تلعب منافسات على اعلى مستوى. لكن للاسف الكلام طبعا مصر عندها مواجهه اوغندا يوم 27 من الشهر المقبل في تصفيات كاس العالم، لكن ايضا في سياق حديثك طلبت الكابتن حازم امام والكابتن سيف زاهر بالاستقاله من اتحاد الكره. ليه؟ لا يعني لا ده كلام يعني طبعا الكلام اللي انا قلت بطالب حازم امام وسيف ده كلام يعني كان نرفزه بعد المباراه. هم كبار وعارفين مصلحتهم وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. لكن انا كان الهدف من الكلام اللي انا بقوله ان أنا يعني ما ينفعش ان الدوري يفضل شغال 11 شهر. ما ينفعش. الناس كلها تعبانه، الناس كلها تعبت. هل الضغط اللي في جدول المباريات هو السبب وراء ان اخر فوز لفريق دجله
كان من يوم 22/4 اللي فات كابتن ميدو، ولا في اسباب اخرى من جانبك؟ انت كاعلامي شايف ايه الاسباب؟ انا بسال حضرتك كمدير فني للفريق. لا انت كاعلامي شاطر هتعرف الاسباب. ان احنا يعني اخر 4 مباريات بنلعب باللعيبه الصغيره واللعيبه الناشئين، وانا فاكر ان ذكائك يعني اكتر من كده. انت يعني طبيعي ان انت معلش بحاول انزل لكل المستويات كابتن ميدو. تنزل ولا تطلع؟ انزل عشان لو في حد ما عندوش الذكاء اللي عند حضرتك. فاكر ان انت تطلع لذكائي يعني. لا طبعا مش قصدي عليك. يعني تطلع انا فاكر ان انت تطلع لذكائي يعني. اطلع لذكائك وانزل لذكاء الاخرين. اوكي اتفضل. صح كده. صحيح زي ما بقول لك ان اخر 4 مباريات لعبناهم بالناشئين، واحنا زي ما قلنا احنا اخر 4 مباريات ما بنبصش للنتائج. لو كنا عايزين نبص للنتائج ما كناش ادينا راحه للاعبتنا الكبار، وكان عندنا القدره ان احنا نكون على الاقل في ال6 مراكز الاولى او 7 مراكز الاولى. ده نمره 1. نمره 2 لما ميدو بيعمل حاجه بتبقى دي تنفيذا لاستراتيجيه اداره النادي. ايوه يعني ما بنعملش حاجه لوحدنا، بنبقى في اتفاق ما بين رئيس النادي وعندنا اهداف تسويقيه من الصعب جدا ان الناس معينه تفهمها. مش هنقدر نشرحها للناس لان في ناس كتيره جدا ممكن ان فهمها ما يقدرش ان هو يجيب حجم التفكير اللي احنا بنفكر فيه. احنا بنفكر ان احنا لعيبتنا بناد فاليو ليها، قيمتها التسويقيه لازم تزيد. عندنا لعيبه من اللعيبه عشان نطلعها نعرضها في الماركت عشان نقدر ان احنا نسوقها، ولعيبه ان هي تطلع اعاره. فمش هنشرح للناس كل الكلام ده، ان في ناس بتبص من النظره الضيقه فقط، اللي هي نظره النتائج، واللي هي نظره انتوا ما كسبتوش بقالكم قد ايه. والناس دي مهما فهمتهم هيواجهوا مشكله كبيره جدا في ان هم يفهموا وجهه نظرنا، لان فرق تعليم مختلف. الى اي مدى ممكن يا كابتن ميدو النتائج تبدا تظهر على استراتيجيتك اللي انت واضعها مع الاداره؟ النتائج ان شاء الله كانت موجوده السنه دي. احنا لما تسلمنا الفريق كان في المركز 13 على الدوري، وقدرنا ان احنا ننط للمركز الثامن على الدوري لغايه اخر قبل 4 ماتشات. ولكن زي ما قلت لك ان احنا في حاجات كتيره بنعملها ضمن مشروعنا بيبقى من الصعب جدا ان في ناس تفكيرها محدود ان هي تفهمه. يعني بنحاول ان احنا نشرح للناس، لكن صعب جدا مستوى التفكير فرق مختلف بشكل كبير جدا. لكن انت نفسك وانت بتحلل يا كابتن ميدو في اللقاءات الاجنبيه بتتكلم على النتائج، ان النتائج تسير بشكل غير ايجابي، معناها ان في تقصير في كذا وكذا وكذا. خالص لا. بنتكلم ان احنا لما جوزيه مورينيو على سبيل المثال في اخر مباراتين في الدوري ادى راحه للعيبه الكبار ولعب باللعيبه الشباب عشان نهائي اليوروبا ليج وما كسبش في مباراه منهم. بنقول ان ده استراتيجيه بتاعت المدير الفني وبتاع الاداره عشان خاطر بيضحي ببطوله عشان يكسب بطوله ثانيه على سبيل المثال. لكن برضو زي ما بقول لك يعني لما بتيجي تتكلم في حاجه ما ينفعش ان انت تشرحها بالتفصيل. أيوة. لان صعب جدا ان يعني مستوى التفكير اللي احنا بنفكر فيه احنا بندير منظومه بعلم معين وعلم احنا اتعلمناه، صعب جدا ان في ناس معينه تفهمه. طيب بمناسبه التعليم، يعني هو التعليم ده تقصد بيه يعني علم كره القدم ولا التعليم بشكل عام كدراسه؟ علم كره القدم طبعا. ككره القدم. طيب النهارده في المؤتمر الصحفي، ومش عايز اطول عليك عشان حاسك مرهق حتى في المؤتمر الصحفي ما سمعناش. لا حبيبي لا هاني لا انت فاهم غلط. انا مش مرهق خالص. مش مرهق؟ طب خالص. دي حاجه عظيمه. ما سمعناش. انا بس برد عليك في الاسئله اللي انت بتسالها، وباكد لك ان كل حاجه احنا بنعملها بتبقى محسوبه بشكل جيد جدا. طيب ما سمعناش صوت الصحفي او السؤال اللي ساله في المؤتمر الصحفي واللي بناء عليه قلت له انت اهلاوي فانسى انك اهلاوي، وبعديها لم يكتمل المؤتمر. كان ايه السؤال واللي اعترضت عليه؟ لا انا كنت بقول له انت اهلاوي، انا بقول له انا عارفك انت اهلاوي. لا الناس صحفيين كلهم ناس محترمه وناس المؤتمر مشي بشكل جيد جدا، ومش زي ما اتكتب ان حصل مناوشات في المؤتمر ولا اي حاجه. بالعكس انا وقفت مع الصحفي قلت له ان انا السؤال اللي انت بتساله مش هعرف ارد عليه في المؤتمر، لان الكابتن حسام البدري مستني بره المؤتمر مش هيعرف ان هو يستنى، ولكن حرصت ان انا اكون موجود مع الصحفي اللي سال السؤال، وان انا اجاوبه على كل كلمه او كل سؤال هو ساله، لان ده حقه كصحفي. ولكن في النهايه طبعا الوقت بتاع المؤتمر بيبقى مراقب المباراه هو اللي بيقرر امتى ينتهي المؤتمر، وفي الوقت اللي هو سال فيه السؤال مراقب المباراه امر الجميع ان لازم الفتره بتاعتي انها انتهت بسبب دخول طبعا كابتن حسام البدري للمؤتمر بعديه. كان السؤال ايه بقى؟ مش فاكر والله. انت كلم الصحفي سال السؤال رغم انك قعدت معاه بعد المؤتمر وجاوبته.
مش فاكر والله، بس انا شايف ان انت اسئلتك يا هاني يعني بتحاول ان انت تستفزني او حاجه. لا خالص والله يا كابتن، انا مقتنع تماما. عمرك ما تعرف تستفزني في برنامج، ولكن لما تكون بتكلم ضيف معاك يعني مش المفروض ما يبقاش الهدف الاول من المداخله بتاعته ان انت تحاول تستفزه. انت المفروض ان انت تكون بتحاول تطلع منه معلومات او ان انت بتكلمه، مش الهدف الاول ان انت ما اعتقد ما حدش عارف السؤال يا كابتن ميدو. وبعدين انت عارف يكون برضه ليك يا هاني، انت عارف انا بحبك وانا كمان والله انت عارف كبير. تبقى نفسي تبقى اعلامي كبير وتكبر وتشتغل في قنوات كبيره ان شاء الله. انت تبقى انت ما شاء الله اتطورت كتير، ولكن ممكن يكون طريقه او اسلوبك في ان انت بتسال الناس ممكن يكون معطلك كتير. مش المفروض ان انت تجيب ضيف معاك ان انت الهدف الاول ان انت تستفزه. لا انت عارف يا كابتن برضه بيكون في الاسئله كاعلام في استراتيجيات علشان نطلع منها، مش شرط ان احنا نشرحها. هو ده بقى الميكس، الميكس اللي انت لازم تتعلمه، ان انت سؤال المستمع. انت عارف في الاعلام برضه انا كواحد دارس اعلام بيكون عارف ايه اللي انا عايز اطلعه من الضيف كمعلومه. صدقني يا هاني او اخبار. لازم تسال نفسك اسئله كتيره جدا. انا بقول لك نصيحه ما ينفعش ان انت تجيب واحد تعمل معاه مداخله ويبقى الهدف الاساسي من المداخله ان انت تستفزه. ما ينفعش. طيب. هل انا ممكن انصحك في الكوره يا كابتن ميدو؟ طبعا عادي تستجيب لو نصحتك؟ على فكره هاني انا من الناس اللي بقعد وبسمع للجميع. لان البني ادم اللي هو فاكر نفسه ان هو اكبر من النصيحه، بني ادم عمره ما دلوقتي حالا انت بتقول اللي بيوصفك بانك مش عارف تجيب نتائج، مش فاهم. انا اسف هضطر انهي المداخله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد حسام ميدو، نجم الكره المصريه والمدير الفني لفريق وادي دجله. نورتني في هذه المداخله.